بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل. كل عام وأنتم بخير. مناسبة المولد الشريف أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. وبمناسبة المولد النبوي سويت مسابقة بالمنتدى وفازت ويانا أحد المتسابقات، وأتمنى للجميع حظا سعيدا. طبعا راح أسوي اليوم هريسة عراقية، أتمنى تنال رضاكم وإعجابكم. خلينا نبدأ بالمكونات. طبعا أحتاج إلى حبية. الحبية يكون هذا شكلها، يعني حبة قمح كبيرة، هذا شكلها. أنا طبعا مسبقا من الليل غاسلتها وناقعتها وصار هذا حجمها الضاعف بهذا الشكل. وأحتاج إلى لحم عجل صافي أنا خليت، تقدرون تخلون عظام، تقدرون تخلون دجاج، تقدرون تسووها بلا لحم نهائيا، هذا الشيء راجع رغبتكم وذوقكم. طبعا أحتاج إلى لوز، أنا هذا اللوز أضيفه على نص نضوج الهريسة. وأحتاج إلى فستق أيضا للتزيين، وأحتاج إلى دارسين للتزيين، وإضافة إلى السكر. طبعا أي بهارات، أي إضافات، حليب، قشطة، زبدة، هذا شيء راجع رغبتكم وذوقكم. لا تتقيدون بطريقتي، هذه طريقتي أني، وأنتم أكيد طرقكم هي الأحلى والأفضل. خلينا نبدأ بطريقة العمل. خليت ماء بقدر على النار وانتظرته يغلي، وراح أسقط به هسه الحبية واللحم. ضروري نغسل اللحم جيدا، بس بعدين أني أيضا من راح يتكون رغوة فوق المي راح أشيلها، لأن مو أحب الزفرة تكون موجودة بالهريسة. بس هي هاي أصولها، يعني ما يصير أسلق اللحم وبعدين أضيفه للهريسة، لازم اثنيناتهم هي والحبية يغلون سوية. راح أرفع هذه الرغوة البيضة اللي تكونت. راح أغطي القدر وأخليها تغلي على نار متوسطة، وأراقبها بين فترة وأخرى. بين فترة والثانية أطل عليها وأشوف وين وصلت. راح أغطيها وأتركها أيضا، ورجعت أيضا طليت عليها وصار هذا شكلها. وراح أخليها هسه على نار هادئة، وكل 5 دقائق أجي أقلب بيها حتى ما تلتصق بالقعر مال الجدر. هاي طريقتها الأصلية، إنه لازم تقلبين كل 5 دقائق. طريقة الهريسة لازم تتقلب، ومثل ما اتفقنا كل 5 دقائق أقلبها. وإذا أشوفها ثخنت وهي بعدها مستوية، عادي أضيف لها شوية مي حار وأستمر بالتقليب. راح أضيف لها هسه الملح، وراح أضيف اللوز. وأيضا هي هسه باقي على نار هادئة، بس دائما أقلبها كل 5 دقائق 4 دقائق، وكل ما تثخن أكثر أقلبها أكثر. وإذا تحتاج مي حار أضيف لها، مو مي بارد، لازم مي حار. ومثل ما اتفقنا نقلب كل شوية بين حين وآخر. هنا نضجت الهريسة تماما، راح أطفيها وأقدمها بطبق التقديم. هنا سخن الزيت وراح أضيف اللوز للتزيين. خلي اللوز يحمر والزيت أيضا يسخن، وبعدين أزين بيه فوق الدارسين. هنا تحمص اللوز، راح أطفيه. أضيف الزيت على التزيين، طبعا هذا زيت حار، وأزين بهالطريقة هذه.
هذا هو أعزائي الشكل النهائي للهريسة. أتمنى ينال رضاكم وإعجابكم. التزيين والتشكيل حسب رغبتكم وذوقكم. وهذا الفيديو طبعا هو إهداء لأحد المتسابقات اللي فازت بأجمل صينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. أتمنى ينال رضاكم وإعجابكم هذا الطبق، وأشوفكم على خير والسلامة وصحتين وألف عافية. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولادة من جديد في مولد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا إذا أخطأنا، أن يسامحنا إذا أخطأنا بحق الناس يا رب العالمين، أن يسامحنا إذا أخطأنا بحق أحد يا الله، أن يسامحنا عما بدر منا. وأسأل الله الخير لكم من كل صوب يا رب. اللهم لا تدع لأحد ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وعلما نافعا، وأسألك يا رب العالمين رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك يا الله. اللهم إني أسألك في هذا المولد الشريف أن تبارك وأن تعطي لكل ذي حاجة حاجة يا رب العالمين، أولها صلاح وآخرها فلاح، وأولها رضا من عندك يا رب العالمين. الله يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، والله يتقبل مني ومنكم الدعاء. وأشكر كل اللي يتابعوني على البرامج كافة باسم الطبخ العراقي الأصيل على تويتر والفيس والانستغرام والجوجل بلس، وأعضاء المنتدى الكرام. أتمنى للجميع حياة سعيدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.